الامريكي اسماعيل الفتح صاحب الاصول المغربيه. ايضا كانت هناك يعني تمثيليه مغربيه لحكم الساحه جلال جيد، ايضا زكريا البرنيسي، مصطفى اكرداد وحمزه الفارق. واليوم شاهدنا انه الحكم اسماعيل الفتح حكم من اصول مغربيه، تواجد يعني عاش في المغرب لسنوات طويله قبل ان يهاجر صوب الولايات المتحده الامريكيه، ومن حسن الصدف دخل مجال التحكيم بالصدفه، واليوم يعتبر من بين ابرز الحكام على الصعيد العالمي. اسمح محمد المغودي، شعورك وانت تشاهد اسماعيل الفتح اللي كان ضمن مشروع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قبل فتره ليست بالبعيده لتطوير التحكيم، اليوم يعود من الباب الكبير في مونديال قطر 2022، كان ضمن الطاقم التحكيمي الذي قاد المباراه النهائيه. اليوم في مباراه المربع الذهبي غاب لفتره عن الملاعب بسبب الاصابه، وعندما عاد من الباب الكبير، وهذا يؤكد قيمه هذا الحكم لدى الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. اولا غتسمح لي نحدد لك، انا بعدا عندي واحد الموقف فكري من ديك الولاد المغرب اللي كيديروا ديك الجنسيات ديال جنسيه اخرى، مثلا اسبانيه فرنسيه، يكون عنده حتى 7 الجنسيات. انا بالنسبه لي راه مغربي، بدم مغربي، بدين مغربي، بقناعه مغربيه، وباحترام ايضا لثوابت البلد. ونزيدك انا من الشعر بيتن اسماعيل فخور بمغربيته ودائما ما يتحدث عن هذا الامر. لذلك انا دابا مثلا شحال من واحد كيقول لي لا ديك يمين يمين، لا انا نفرح لديك الوليد، كنفرح، ما نبقاش ندخل انا في اسباب علاش مشى وعلاش هذه، لا انا نفرح. انا فخور جدا جدا بما قدمه الحكم في كاس العالم، وفخور انا حتى بديك الشخصيه ديالو، بديك الهدوء ديالو، بديك الكاريزما اللي عنده. وسعادتي ستكون اكبر لو ان الثلاثي المغربي الذي احتفظوا به الان في الولايات المتحده الامريكيه بقياده جلال جيد، وايضا زكريا البرنسي ومصطفى اكركاد، اتمنى ان يقودوا لقاء النهائي، وفي اسوأ الاحوال اتمنى ان يكونوا في لقاء الترتيب، لان رمزيه البلاد، قيمه البلاد اكيد حاضره. انا ما خليتنيش نكمل لان كان عندي واحد الغضب شويه كبير. تصور المغاربه، بعض المغاربه بديك السذاجه ديالهم روجوا حتى ديك الخبر اللي داز في الاعلام الجزائري بان الطاس حكمت للمنتخب السنغالي، وكيروجوا وصافي ها انتم خسرتوا بلا ما تبقاو تكذبوا علينا، انتم بلا ما تضربوا. شويه ديال العقل، شويه ديال النباهه. ممكن يكون عندي خلاف مع الشخص، ولكن مع الوطن شعار كاين واحد، اكيد اموت انا ويحيى الوطن. اكيد دون شك، اكيد. واكيد الرساله وصلت للجماهير، واكيد دائما كلنا خلف المنتخب الوطني المغربي وخلف كل ما هو مغربي في المجال الرياضي او في جميع المجالات، من اجل ان تظل الرايه الوطنيه عاليه في كل المحافل الدوليه، وبالتوفيق ايضا للطاقم التحكيمي المغربي، وان شاء الله لما لا تواجد في المباراه النهائيه بذكريات الراحل سعيد بالقول. الطريق الى المباراه النهائيه كما تابعنا جميعا في المربع الذهبي، اسبانيا تجاوزت الديكا الفرنسيه، ومنتخب الطانغو اطاح بمنتخب الاسود الثلاثه، وبالتالي نحن على موعد الأحد القادم مع مباراة نهائية ستكون من طينة الكبار، ومن غرابة الصدف ومن الصدف الجميلة على أن ستكون مواجهة بين موهبتين، موهبة من جيل وموهبة من جيل آخر. الحديث هنا عن ليونيل ميسي ولامين يامال، وكانت الصورة متداولة. سي هشام العمراني، كيد الصورة أمامك والتعليق لك هشام. هنا فين دوز لي الموهبه دوز لي مع الصابون لقح عليه صوره جميله جدا ومعبره، وكتبين على ان الوقت كيدوز بسرعه. يعني شوف هنايا لامين يامال طفل، هنايا باقي طفل، وميسي ربما في واحد السن ديال النضج في العشرينات مع طفل، وهذاك الطفل غادي ياخذ معاه مباراه نهائيه يوم الاحد. فمصادفه جميله جدا، وكره القدم دائما ما كتعطينا مسائل وحوايج اللي تيكونوا زويونين. فهاد الصوره معبره جدا للمباراه النهائيه ديال يوم الاحد ان شاء الله. سي محمد المغودي، كتعليق على الصوره. شتي هاد الصوره هذه اذا كانت الجده ديالو والام ديالو وباه احتفظوا عليها وكيوريوها ليه، غير هذه راه دعم معنوي كبير، انها تخلق فيه ديك الحماس وتخلق فيه ديك تقوي فيه ديك الاراده انه يكون ميسي هو القدوه ديالو. وانا اعتقد انه راه غادي في نفس الاتجاه ديال ميسي، لان الولد راه مازال صغير، وتبارك الله الطريقه باش كيلعب الكره والطريقه باش كيمشي بالكره. انا اعتقد انه الخليفه المرشح ليكون
الخليفه لميسي عالميا انا بالنسبه لي هو يامال. ويمكن الى دا كوب دي موند المنتخب الاسباني مع لامين يامال يمكن على انه ينافس على الكره الذهبيه. يمكن اكيد سيكون رقم واحد، يكون المرشح الابرز بيان سور، لان دا كاس اوروبا ودا كاس العالم مدوك ما قالوا ما يقدر خصو يكون المرشح الابرز. وتا هو لامين يامال كيحترم بشكل كبير ميسي، فطرحوا عليه السؤال شكون المنتخب اللي تمنى تواجه في الفينال، فقال على انه اكيد نتمنى الارجنتين ونتلاقى مع ليونيل ميسي في المقابله. كل واحد يعشق كره القدم او يفهم في كره القدم سيحترم الاسطوره الخالده ليونيل ميسي. الان مشاهدينا الكرام نفتح صفحه الندوه الصحفيه التي اقامها الناخب الوطني محمد وهبي بعد الخروج من ربع نهائي النسخه الحاليه من نهائيات كاس العالم لتقييم يعني المشاركه، وايضا للحديث عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد، وايضا لوضع ربما نقطة نهاية لمجموعة من الأشياء التي تم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الإشاعات التي بدأت مثل كرة الثلج تكبر كل ما تم تداولها بشكل أكبر. ولكن جاء وهبي ليقطع الشك باليقين. من أهم التصريحات قال: أتحمل مسؤولية الإقصاء كاملة، لم أشعر أن اللاعبين لم يقاتلوا في مباراة فرنسا. وهذا في حد ذاته جواب واضح ومقنع على لمن يرى على أن لاعبي المنتخب الوطني المغربي لم ربما يقاتلوا في هذا اللقاء. وهنا جاء الجواب من أقرب الأشخاص اللاعبين والحديث عن الناخب الوطني سي محمد وهبي. سي محمد المغودي، أكيد أتحمل مسؤولية بشجاعة كبيرة. وهبي يتحمل مسؤولية الإقصاء، ويتحدث أيضا على أنه شاهد ربما وشعر بأن اللاعبين قاتلوا ولكن ربما خانتهم القدرات البدنيه في هذا اللقاء. اولا نشوفوا شجاعه القرار ديال تنظيم الندوه الصحفيه مباشره بعد ما رجعنا من الولايات المتحده الامريكيه. صحيح، راه كاين شجاعه لا من طرف الناخب الوطني ولا من طرف ايضا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لان باقي كنعقل انا على ايرفي رونار راه كنا كنتقصوا كان كيمشي للسنغال كيبقى يهضر معنا من السنغال. على الاقل هذا جا وخذ الشجاعه وجا دار ندوه صحفيه. شجاعته ايضا تظهر حتى في هذا الموقف، لانه اراد ان يحمي اللاعبين وحمل المسؤوليه لنفسه على مستوى الاقصاء. واعتقد ان هذا هو الناخب الوطني المسؤول، هو الذي يحمي لاعبيه ويحمي محيطه ويحمل المسؤوليه لنفسه. شجاعه ادبيه كبيره ونزاهه فكريه كبيره. اكيد. سي هشام العمراني، تصريح السي محمد وهبي على انه يتحمل المسؤوليه، وانه تحدث على انه ربما لم يرى ان لاعبي المنتخب المغربي لم يقاتلوا امام المنتخب الفرنسي. لا، انا متفق مع السي محمد على انه الشجاعه الاولى هو تنظيم الندوه الصحفيه بعد الاقصاء. يعني هذه ما تعودناش عليها في السنوات الاخيره. جميع المدربين اللي كانوا في المنتخب كيساليو شي كومبيتيسيون بحال هذه كتبقى غير التساؤلات كتطرح بين المتداخلين في كره القدم، كنتكلم على صحفيين محللين الى اخره. التوقيت ديالها مزيان، يعني بعد ما وصلوا في ظرف يومين دار الندوه الصحفيه، دونك الرجل كيتواصل بطريقه مزيانه. كتبقى على ان تحمل المسؤوليه شجاعه ادبيه كبيره من محمد وهبي، ومعروف بهذه الشجاعه ديالو، لانه كيف ممكن لاننا نتنيو به ونشيدوا به في تحقيق النتائج ايجابيه وغير ما مره هنا يعني اشدنا به وقلنا على انه قدم دروس تكتيكيه للمدربين كبار، ايضا في الاخفاقات اكيد على انه غادي تكون عنده لمسته في الاخفاق، اكيد على انه في التغييرات اللي طرات في المباراه الاخيره، اكيد في التوظيف ديال بعض اللاعبين في المباراه الاخيره، حتى في الاختيارات. نعم، حتى في الاختيارات حنا قلنا يعني في التشكيل الاساسي كان فيه بعض المشاكل. تصور سي ما بغيتش نجيب داك الشيء كامل. تصور الناس مصيفط ليا وكيعاتبوني كيقول لك علاش ما هضرتش على الاختيارات ديال شحال هضرنا عليها قبل ما يمشيو. هضرنا بزاف، تكلمنا على الموضوع هضرنا بزاف. قلت الادب، قلت الادب، قلت الترابي. لا تقول لهم يرجعوا للحلقات ديالنا قبل ما يمشي المنتخب الولايات المتحده الامريكيه ويشوفوا يعني التدخلات ديالنا ويشوفوا يعني النقد ديالنا للاختيارات ديالو، ايضا بعض اللاعبين اللي كنا غير متفقين على انهم يكونوا ضمن المجموعه، وطرقنا لها عده مرات وبكل امانه مهنيه. قاتلوا في المباراه ديال فرنسا، عندي فيها بعض الملاحظات، لان ملي كتكون بدنيا ما جاهز ما واقفش، ما غاديش تكون الروح القتاليه. باش تكون الروح القتاليه كيخصك تكون لا فريشو فيزيك كاين. هذيك المقابله ما كانش فيها لا فريشو فيزيك. ما عرفتش واش طرح هذا السؤال البارح ولا ما طرحش ديال هو اعترف بانه كان هو في قاتلوا ذكر على المسار كامل. لا امام فرنسا قاتلوا في اللقاء، ما قصدتش بها ديك الاداء اللي كتهضر انت، ديك الاداء ديال الكونديسيون فيزيك اللي غادي كيقصد بانهم لم يتخاذلوا. لكن كتكلم عن الروح القتاليه وهذاك الدفاع كيرد على ديك التهمه ديال المؤامره بطريقه ذكيه رد على التهمه ديال المؤامره، بمعنى الوليدات اللي كان في جهدهم داروه
اللي كان في جهدهم داروه. ممكن ولكن كنتكلموا على يعني الامور ديال التقنيه ولا التكتيكيه في ارضيه الميدان. فالمنتخب الوطني ذاك المباراه كان منتخب شبح باش نكونوا منطقيين يعني اكثر من شبح. باش تقاتل خصك تكون بدنيا جاهز. لا شنو نقصد بها لانه عندك طوموبيل واعره فيها البنوات فيها كل شيء مزيان وما فيهاش الغازوال ما تحركش بحال اللاعب الا كان بدنيا مجهد وما يقدرش على انه يجري راه ما يعطيكش روح قتاليه. اقصد بها ممكن قصد بها لا هذا هو القصد ديالو الفلسفه ديالو لانه هو ديجا حمل المسؤوليه ديال الفلسفه الاقصى اللي قصد فيها ديك الهضره اللي كتقولوا اللاعبين تخاذلوا وخلاو فرنسا دير اللي بغات وديك المسائل راه هضره خاويه. وخاصه غودي السي هشام العمراني ايضا من الاشياء اللي تكلم عليها السي محمد وهبي الناخب الوطني قال تحدثوني عن الغائبين لكنني لا اعتقد انني استبعدت النيبت وهو في قمه مستواه او تركت مصطفى حجي في اوج عطائه جالسا في المنزل. سي محمد المغوثي احنا ما عندناش النيبت دابا وما عندناش مصطفى حجي دابا وما جبناش ولكن عندنا لاعبين لا يستحقون الفريق الوطني المغربي معك السي وهبي نيشان وعندنا لاعبين يستحقون الفريق الوطني المغربي وما جبتوش. ودابا غنهضر معك شويه القصه السي وهبي لانني عندي عزيز وكنبغيك وكنقدرك ولكن نهضر معك هي ما جبتش النيبت لانه ما كاينش وما جبتش مصطفى حجي لانه ما كاينش ولكن اشرح لي على اي اساس اعتمدت في دعوه السباعي. اشرح لي وقنعني كيفاش حيدتي اخوماش الاداء ديال اخوماش وحكيمي في الوقت ديال طارق السكيتيوي كان مثالي في الاداء ديالو كان ديما احسن من ديالك. كيفاش كتجيب لي لاتيز وما تجيب لي شي اخوماش؟ اشرح لي السي وهبي دابا سالات هو تكلم على السباعي لا يعطيك الصحه حنا نرجعوا للسباعي. علاش ما تجيب ليش معمه؟ علاش ما تجيبليش معمه؟ انا بالنسبه لي ما كاين حتى شي مدرب يرفض يكون عنده النيبت لان اسطوره من الاساطير ديال كره القدم المغربيه راه تبارك الله. مصطفى حجي اسطوره من اساطير كره القدم المغربيه والعربيه والافريقيه ومن النجوم العالميه ولكن كاين شي واحدين عندك تما ما خصهمش يكونوا وكاين شي واحدين باقيين هنا وما جبتيهمش. الله يرضى عليك يجب ان نكون ان دافع على راسك كما بغيت ولكن حتى حنا خصنا ندافعوا على ريوسنا وعلى القناعات ديالنا. كاين عندك ناس ما كيستحقوش ليكيب ناسيونال. هو نقطه السباعي لانه طرح عليه هذا السؤال في الندوه الصحفيه وقال على انه عوض عبد الصمد الزلزولي كخيار فقال على انه اختاريت انني ناخذ واحد معايا في المعسكر وما نجيبش واحد اللي كان في عطله وننادي عليه وندخلوا المعسكر ونمشي به بوفر كان معاك فتره قصيره بوفر كان معاك بوفر ما كانش في العطله لا حتى السباعي ملي كديروا بلاتي بوفر كان معاك حتى السباعي ملي كديروا كتكلم على الفتره اللي مشى المنتخب الامريكي. لا ما مشاش ثالث المنتخب الامريكي بوفر كان معاك راه السباعي ما خصوش يمشي كان في لائحه انتظار في الاول يمشي ما خصوش السباعي ما كيعرفوا حد في المغرب ما خصوش يمشي. هو ماشي شوف ملي كديه كتراهن على اسم اللي تيكون ما عندوش اجماع في اختيار يكون في اللائحه ديال المنتخب الوطني وكتراهن عليه خصو يفاجئنا بالمستوى ديالو لانك انت اللي راهنتي عليه كتعرف هو انت جيتي انت دونك بناء على ماذا جيتي بناء على اسلوب لاعب ديالك بناء على انه غدي معك لا كوب دي موند وغتحتاجو غيعطيك البلوس. شفتي فيه شي حاجه خصنا نشوفوها حتى حنا فوالا هذا هو مزيان المدرب على انه تكون عنده الشوفه ديالو ولكن ملي تدخل الكومبيتيسيون وتدخل المباريات اللي محتاج لاعبين على انهم يكملوا الدوزيام ميطون ويساليو الماتش ويعطيو البلوس كيخصها تبان لينا حنا نظريا الشوفه ديالنا كيخصها تبان ولكن حنا ملي كتجي تشوف وقلنا قبل انا والسي محمد قبل ما يمشي المنتخب الامريكا وقلنا على ان التخوف ديالنا من كرسي الاحتياط مع فرنسا وقفنا عليها اكثر من ذلك. انت غادي بجوج ديال لي ديفونسور اللي ماشي النيبت وماشي كذا كما قلتي السي وهبي ولكن راه ملي توعدت لك شادي رياض راه دخلتي اريار غوش لاكس يعني ربما ما تيقش فيهم لان كاس العالم ماشي ديال ديباناج. لا وملي انت عندك هذوك الجوج وما لعبتيهمش دونك ما كاينش شي ميساج اكثر من انك ما تيقش فيهم علاش ديتيهم دونك كاين سوء اختيار حاجه طبيعيه. الكاستينغ كان فيه مشكل مع العلم على انه يعني استبشرنا خيرا وقلنا على ان الرجل عنده قناعات وعنده يعني معطيات وعنده معايير اللي ممكن انه يجيب بها لاعبين وذكرها في الاول قال لك انا بالمعايير ديالي الجاهزيه ثم اللاعب يكون متالق باش ينافس على المكان ديالو في المنتخب الوطني المغربي ولكن في اللائحه كاينين اللاعبين اللي ما كتوفرش فيهم هذه الشروط ما كتوفرش فيهم هذه المعايير وللاسف الشديد شفناهم كاينين في ليكيب ناسيونال كان عندنا الاحساس قبل كنا كنقولوا لان البنك الاحتياط ديالنا فيه مشكل. دابا نعطيك مثال انا لي زيكسونطري ديالنا حنايا عطيني واحد ماركه فيهم بيت بدياز بالخنوز بكلش بيت ماشي جوج بيت واحد حتى واحد ما تلقاه لي زيكسونطري
في الكاد 2 3 1 من الاساليب ديال النجاح هما لي زيكسونطري اللي كيخلقوا لك الفريق، هما اللي كيعطوك دي اسيست، هما في قوه الاختراق ديالهم، هما في عمليه الانهاء ديال تسجيل الاهداف. دونك هنا ملي كنجيو نشوفوا حنايا رقميا وعدد الاهداف كنلقاو لي زيكسونطري ديالنا ما ماركين حتى شي هدف، بل اكثر من ذلك ما كيشكلوا حتى شي خطوره من غير شويه الخنوس اللي دار واحد المردود اللي كان متميز خصوصا في المباريات الاولى. فملي كتدور البونتوش كتقول شي اكسونطري يدخل يغير لي من نسق المقابله، يغير لي من ايقاع المقابله، لادفيرسير عيا يجريهم شويه. ما كتلقاش هاد لي بروفيل للاسف في اختيارات ديال بالنسبه لي اللي كانت غير مناسبه ديال اميموني وبدرجه اكبر السباعي. من النقاط التي تحدث عنها الناخب الوطني هو هل سيرحل عن كتيبة أسود الأطلس أم لا؟ قال لا أفكر أبدا في المغادرة، كنت دائما مشجعا للمنتخب لذا أفهم الإحباط، لكن يجب أن نطوي صفحة الإقصاء، وأنا كنت حاضر في الندوة الصحفية. وقال أيضا على أنه يجب أن نفكر في المستقبل القريب. سي محمد المغودي كتعليق على التصريح ديال شوف مزيان، أنا جبت لي في التوقيت ديالها. احنا في كأس العالم تقلقنا عليه في المقابلة ديال فرنسا، في الأداء ديالو في المقابلة ديال فرنسا، وكنا من اشد المعجبين والسعداء وفرحين بالاداء ديال الفريق الوطني المغربي في اللقاءات الاخرى. كاين ايضا وقع بيناتنا اختلاف في المقابله ديال كندا، صحيح، ولكن باقي اللقاءات هولندا، اللقاء ديال البرازيل كنا سعداء، وكنا تبين لنا بان النتائج اللي حققها والاداء اللي حققها. راه هشام العمراني هضرنا على المقابله هولندا قال لك انا ما عمري تفرجت في شي مقابله بديك القيمه ديك المقابله هذه، انا كنت ورا 10 سنين ما شفت ديك المقابله بهذيك. هنا اللي دارني خاطري ايضا كيفاش هذا الرجل دار واحد الباركور اكسترا اوردينير مع اكراهات قبيحه شهرين ولا 3 شهور قبل، مع اصابات داخل الفريق الوطني المغربي داخل المنافسه، ونجوا على المقابله ديال على المقابله ديال فرنسا ونقولوا له هذا راه ستاجير. مازال ما عرفتش ديك كلمه ستاجير كاع شنو كيقصدوا بها. خصو يمشي بحالو، اللي دافع عليه خصو يمشي بحالو، كرتونه درتو لينا الى غير جمهور عاطفي. لا ماشي عاطفي، لا كاين الجمهور العاطفي وكاين صفحات مشريه مخلصه، هذه مصيبه اتحمل مسؤوليتي. كاين صفحات مخلصه الهدف ديالها هو التشويش على اي نجاح داخل الفريق الوطني المغربي وداخل كره القدم الوطنيه. انا باش نكون واضحين، ملي كتجيو كنقولوا بحال هكذا، انا بالنسبه لي بالعكس انتقدناه على الاداء ديالو في المقابله ديال فرنسا، ولكن خصنا نقول سبع كلنا ونديروا واحد التقييم واحد التقويم، وانتقدناه على بعض الاختيارات في المجامله ديالو بعض الاختيارات، ونقولوا بان هادشي خصو يتصحح وخصنا نجدوا الثقه وخصنا نزيدوا قدام. كيفاش واش غادي نمشي بحالك ولا ما تمشيش بحالك؟ هي دابا حنا خصنا فهمت كلشي منافسه نجيبوا واحد يدوز ديك المنافسه ونجريو عليه. ما نساوش انه شهرين قبل المونديال تم تعيينه، يعني مدرب لا زال جديدا. كتدفعني شي حويجات ماشي هما ديك والله تنقول. لا تفضل سي محمد. راه ماشي قبل شهرين عيناه، راه قبل شهرين ما مطروحش هو كناخب وطني. ملي كنا كنمشيو نناقشوا كناخب وطني لا كنا كنمشي، مشينا لعند عموته، مشينا لعند طارق السكيتيوي، حتى ملي كنا كنهضروا على ملي كانوا كيهضروا على السي محمد وهبي كان كيهضروا عليه كمدرب مساعد حذاري. الراجل ما كناش مطروح عندنا حتى كاختيار من الاختيارات الكبرى، وجا وفاجأنا جميعا في بنائه للفريق الوطني المغربي الذي لا زال يحتاج الى عمل. راه ما كناش صافي راه سالا، راه انت راه باقي خصو يخدم، باقي خصو يشتغل، باقي خصو يدقق في بعض الاختيارات. وانا شخصيا كنقول من احسن الاختيارات اللي عندنا في التاريخ ديالنا كناخب وطني هو هذا وهبي والطاقم التقني ديالنا. هذا رايي اكيد، ونتمنى له النجاح اكيد سي محمد وهبي، ولما لا على خطه لافوينتي الذي نجح ايضا مع المنتخب الاسباني في الفئات السنيه. محمد وهبي ايضا بطل العالم مع الاشبال في المونديال اقل من 20 سنه بدوله تشيلي. ايضا من النقاط التي تحدث عنها عن جواو ساكرامينتو مساعده البرتغالي، ونفى شائعات رحيل ساكرامينتو عن كتيبه الاسود، وقال على انه في عطله وفي اجازه وسيعود. وتحدث ايضا على ان ساكرامينتو مرتبط بشكل كبير بالمغرب، يعشق هذا البلد، محب للمغرب، وايضا عاطفي جدا مع يعني النجاحات الكره الوطنيه. سي هشام، ساكرامينتو مدرب مساعد بتجربه كبيره، ايضا يوسف حجي ايضا كلاعب تجربه كبيره. فعلا مساعدين اللي يكون عندهم هذه التجربه سواء كلاعبين او كمدربين فهم اضافه كبيره لكل مدرب. واليوم نشاهد الامر مع محمد وهبي، خصوصا مع البروفيل ديال محمد وهبي، لانه رجل كتحس به لانه ينصت للمساعدين ديالو. اولا كاينه ثقه متبادله بيناتهم، ثانيا كاينه الكفاءه. يعني ملي كتكون مساعد مدرب فخصك تكون على درايه بكل الامور المتعلقه بكره القدم واساليب كره القدم، وتكون قريب للفكر ديال المدرب، لانكم كتقاسموا حاجه واحده هي النجاحات.
ساكرامنتو اكيد ما كيختلفوش جوج على القيمه ديالو داخل المنتخب الوطني المغربي، والاضافه اللي قدم السي محمد وهبي كنشوفوا يعني في اثناء المباريات كيفاش كيكون الحديث الثنائي بيناتهم، اكيد على انه كياخذ بالراي ديالو. ما نساوش على انه هاد الشائعات خرجت علاش، لان مورينيو مشى لريال مدريد، هو كيشتغل مع مورينيو كمساعد مدرب، فيتشتغل مع فروما، مورينيو كشف على طاقم المساعد. نعم هذا اللي بغيت نقول، يعني ربطوا يعني الالتحاق مورينيو بريال مدريد، لان ساكرامنتو مورا كاس العالم غادي يمشي يكون مساعد مدرب، وكما ذكرتي حمزه فمورينيو دار الطاقم التقني ديالو في ريال مدريد، والرجل كنتكلم على السي محمد وهبي فنفات الشائعات، وملي كاين فيها المصدر القريب اللي هو المدرب، فاكيد على ان الاستمراريه ديال الطاقم التقني فهي متواصله، نتمنى غير تحقق النجاحات والنتائج الايجابيه. اكيد من الصور التي ظلت ربما خالده مع مشاركه المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال هي دموع ياسين بونو، وايضا ابتسامه اشرف حكيمي، ابتسامه نابعه من غضب شديد. حتى الاخصائيين في علم النفس يرون على انه بعض الناس غاضب ربما تراه يبتسم، والعنوان واضح بين ضحكات حكيمي ودموع بونو، تفاعلات وانفعالات الجماهير بعد السقوط امام فرنسا. عفوا سي محمد المغودي، ابتسامه كانت اكيد تحمل في طياتها حزن شديد من اشرف حكيمي بعد الهزيمه، في حين كان بونو يدرف الدموع، دموع الحسره ودموع الخساره والاقصاء من كاس العالم. لا شوف، راه وصلنا لواحد المرحله راه ولات واحد الواقعه خطيره جدا، واقعه لا تتصور. تصور هذا الولد هذا، ما نهضرش على بونو بكى دموع، الحكام جاو كيعنقوا فيه، وديك المسائل عندهم الزهر. ديك الحكام ماشي في الفيفا ما كاينش السيب لوكشر، هو توقفهم لانه وقف برينسي لانه تعانق مع الحارس، مع زكريا عبد الزهر. نحيد بونو ما نناقشوش، نجيو الحكيمي. حكيمي نهار المقابله ديالو الاولى خرجت بانه غادي يرجع للمحاكمه جنائيه، يعني يقدر يمشي، الله يستر، يقدر يمشي حتى للحبس. لاعب بهذه القيمه وبما اعطاه لكره القدم الفرنسيه، والاعلام الفرنسي كيهضر عليه بانه يقدر يمشي. انا غير انفو بقى في المعسكر ديال المنتخب المغربي، وبقى شد العماده ديال المنتخب المغربي، وبقى كيدخل اللقاءات ديال المنتخب المغربي ويدير ديك المجهود. انا بالنسبه لي هذا قدوه، نموذج في الاحترام، نموذج في الشخصيه، نموذج ايضا في القياده للفريق الوطني المغربي. هذا ما يعنيش انه ما كانش في بعض اللقاءات نقص، هذا ما يعنيش ما كانش في بعض اللقاءات ارتكب بعض الاخطاء، هذا ما يعنيش هذا الشيء كامل. ولكن ان تصل ان تجعل من تلك الضحكه، تلك الابتسامه ديال الغم، ديال الهم أكيد. اللي كتنفجر له في الداخل ديالو، وخصو يمشي وما يبقاش معنا ويدير معنا، انا كنسميها قمه الوقح. وغنقول لبعض الجماهير اللي مشات في الاتجاه ديال الحرب على العالم، اش عطاو الفرق ديالكم الفريق الوطني المغربي؟ يلا عطيونا سيدي حنا حاكمين، ما عطونا على الربع ديال الحاكمين نجريو عليه. خص شويه ديال التقدير، شويه ديال الاحترام، وشويه ايضا ديال الاحساس بالمعاناه ديال الاخر. واش حكيمي دابا عنده فين تخرج له الضحكه؟ حكيمي راه ملي كيجلس راه كيبقى يبكي. حكيمي الوضع النفسي اللي كان عايشه هو مع المنتخب المغربي وضعه النفسي مزري. واش اللي عنده ديك الوضع النفسي المزري بهذاك الشكل نجي انا نكمل عليه؟ الخطوره ديالها فين هي؟ ماشي على حكيمي راه عنده شخصيه قويه كاع ما يديها فهاد وعارف شكون اللي كيحترموه وشكون اللي كيقدروه وشكون اللي كيعرفوه في البلاد. راه في كاس العالم السي حمزه الشتيوي راه ملك البلاد، امير المؤمنين. راه فاش كان كيهضر مع كابيتان كيف يهضر مع المدرب. دابا كاع المؤسسات ديال الدوله كلها عارفه حكيمي كيخربق وكيتبرهش علينا تما وحنا مخلينا تما. يكون شويه عقل. فين هي الخطوره ديالها كاع؟ ماشي على حكيمي. دابا ولادنا اللي عندنا حنا في العالم فرنسا، في بلجيكا، في هولندا، كيفاش كيشوفوا في حكيمي؟ قدوه. منين يعرفوا بان حكيمي تعرض لهذا الظلم كله وتعرض لهذه القسوه كلها وهذه الحقاره كامله؟ واش ما غيبقاوش يتردوا انه في حمل القميص الوطني المغربي؟ في حين كان لازم الكل يكون خلف اشرف حكيمي في هذه المحنه ويحس بهذيك المسانده ويحس بهذيك المؤازره ويحس بانه الجمهور كله مع اشرف حكيمي. ولهذا انا اقول لحكيمي مباشره: انت خير قدوه وخير عميد وخير لاعب داخل الفريق الوطني المغربي، وكل الدعم لك، كل الدعم وكل المسانده. هو دابا الناس ملي سرى الماتش ديال فرنسا وكان هذاك الاداء كانت تاثر شويه من الناس. وشتي حنا كيفاش دوزنا البرنامج، وشتي الحاله اللي كنا فيها، كنا معصبين.
ربما على ان الضحكه كون كانت عند ياسين بونو تفهم تقول هذاك راه ملقب مول الضحكه ودائما مبتسم وهذا، ولكن انا كنرجعوا بدرجه كبيره ربما الياسين تيقول واش كوب دي موند الاخر ليا انه لعب 3 ديال لي كوب دي موند، دونك كيقول واش كوب دي موند الاخر ليا درت ماتش كبير مع فرنسا كنا خصنا نمشيو المباراه ديال النصف النهائي، دونك هذه بكاء ديال الحسره وبكاء ديال الرغبه فانه يبقى لاطول مده ممكنه. انا بالنسبه لي اشرف حكيمي ما يختلفوش جوج على القيمه ديالو داخل المنتخب الوطني المغربي، لا في القياده ديالو للمنتخب، لا ايضا في الحضور ديال لاعب وازن من قيمه اشرف حكيمي. في كوب دي موند ديال 2022 راه كانت مع من تقسينا مع فرنسا وكان في الكولوار هو وامبابي كانوا مريحين وتيتناقشوا وتيتذاكروا الى اخره، لان كتجمعهم صداقه كبيره كيف كيعرف الجميع. هاد اللقطه هذه شخصيا انا عندي عليها بعض الملاحظات، لانه ملي كتسالي مقابله كتمثل فيها البلد، كان عندنا طموح لاننا ننتصروا على فرنسا، الاداء ديالنا كانت أسوأ مباراه ديالنا في التاريخ ديال كاس العالم، الا كانت المباراه ديال هولندا احسن مقابله ديالنا في تاريخ كاس العالم ففرنسا أسوأ مقابله لنا في تاريخ كاس العالم. كان من المفروض على انه يتحكم في المشاعر ديالو اكثر، كان من المفروض على انه يكون اكثر التزام، لانه الضحكه السي محمد راه درست العقل بانت ليه، ابتسامه كانت عريضه جدا. انا ما شفتش، انا شفت الصوره بانت. لا انا شوف تنقول على انه ملي كتسالي ماتش نسلم على الادفيرسير هذه بكل روح رياضيه، ولكن نحس بان اللعاب راه بقى فيه الحال حيت خسر المباراه. انا دزت في التيران وما يمكنش لي على انه نسالي مباراه منهزم وندير الضحكه كامله بالنسبه لي للامانه باش نكون صالح مع ذاتي. انا غير بعض التفسيرات شفتها الاخصائيين في علم النفس على انه ربما بعض الناس اللي كتكون هذيك الرياكسيون هذيك رده الفعل عندهم بهذه الابتسامه هي تألم اكثر ممن يدرف الدموع، ويقدر يكون اشرف حكيمي في هذه الحاله. انا كنعرفوا بانه كيبغي احنا ما يمكنش لينا ندخلوا لوسط مشاعر ديال الانسان صعيب. احنا كنبنيو بناء على نظريه شنو كيبان لنا من الصوره، ولكن باش تدخل الاعماق ديال الانسان وتقرا لي المشاعر ديالو وتحس بالمشاعر ديالو مساله صعبه. حتى النفسيين كيقول لك اعتقد، ما تيجزمش، مش كيقولش لك جزم، تيقول لك اعتقد ربما، دائما ما كيلوح بعض المصطلحات. والله باغي نحكي لك واحد القصه ديالي. نعم. كنت في بوميه وجايب حالي الفاس. فيكتي بوميه خنيفره فاش كنجروا عليا مطنطن، هبط الفاس لكن واحد العرس ديال الاخ ديالي، غاديين في واحد الطوموبيل في ديك النقل المزدوج، درنا كسيده تقلبت بينا شي 7 قلبات. لا اله الا الله. كلشي كيبكي راه وانا جالس في واحد البلاصه كنضحك. لا حول ولا قوه الا بالله، من اثار الصدمه كنضحك، الوحيد اللي بقى كيضحك، راه الضحكه ما بغاتش تحبس لي. وربما كتكون صدمه هذيك. مي بيان سور. دابا شوف انا التفسير ولا الغضب ديال الراي العام هذا مثال واضح منك سي محمد ماوي، خصنا نقدروه بالمثال يتضح المقال. انت وضحت الصوره بهذا المثال هذا. تصور كلشي كيبكي والمغودي جالس كيضحك، جلست على الصاك ديال الجبال، اولا جبت الصاك وحطيته وجلست عليه في الثلج وبديت كنضحك، عركت بالضحك. تقول فوقاش بكيت؟ والله العظيم حتى الليل تلاقيت مع وليداتي وخوتي وداك الشيء فعاد بكيت. انا كنشوف بعض الناس تيكونوا في شي حالات هستيريه كيقدر يبكي ويضحك ولا يضحك ويبكي، كتشوف انت جوج المشاعر مختلفين في واحد الوقت وجيز ما كتفهموش. ولكن كاين اخصائيين في علم النفس اللي كيفسروا هذه الامور. احنا ما كما قلتي انت السي هشام كتبقى هذه تفسيرات، واكيد احنا اشرف حكيمي نعلم على انه قائد من قيمه الكبار. لا دابا نعطي واحد التوضيح. سات دابا هشام عمراني باش كيهضر على هذه الابتسامه راه في الداخل ديالو راه ما عندوش غضب من لا اكيد ماشي راه انه ما قدروش. دابا الخطر في الامر ديالنا شنو؟ ماشي الراجل كيهضر بالعقل. الخطير هما المغاربه ولاو باغيين يجرموه يبخسوه، ما عندنا ما نديروا به، كيضحك علينا سد يقول لك سديه لداركم. لان الصوره اللي خرجت هي اللي عطات التاويلات وعطات هاد الهضره كامله. حيت ملي كتسالي مقابله دائما الناس كيبقاو متبعين قبل اثناء وبعد. ملي كتسالي تصفر الاربيط راه كتبقى متابع، راه النجوم ما منضحك. هاد الصوره ما بانش اللاعب الاخر. لا ضحك مع ديك الوليد دوي هو اللي جا ديزيري دوي الحسب المعطيات اللي تعطتني انا. قال له واش اشرف كنت باغي باللغه الفرنسيه المعنى ديالها مضمون ديال واش كنت باغي تهرسني في هذا الماتش؟ باغي تهرسني؟ ضحك ديك الضحكه ديال الراجل عارف راسو فين راجع الجحيم. عباد الله هذا هو السبب حسب المصادر ديالك، هذا هو السبب الابتسامه ديالك. يعني هي المصادر ديالي اللي جاتني من قلب الفريق الوطني المغربي ومن المقربين ديال وهذه معلومه خاصه للبرنامج استوديو المونديال، لانه
لاول مره نعرفوا السبب ديال ابتسامه حكيمي بعد نهايه مباراه فرنسا. الا حكيمي ما يمكنلوش يضحك لان على النفسيه ديالو الله يكون في عوانه. راه اللي مجرب المحاكم وعارف وحتى حاجه في المجتمع. راه حكيمي لاعب دولي نجم، وشوف الاعلام الفرنسي كيفاش ضغط عليه. راه في المقابله ديال فرنسا رغم ان ما كانش شي مردود كبير، ولكن كتحس به راه باغي ياكل الربع. لا هو النجم متفقين، ولكن قائد الفريق متفقين، ولكن بعض الاحيان خصك تكون انت النموذج. فهمتي دابا حنا نقولوا على انه راه ما كيختلفوش جوج على القيمه ديالو، ولكن بعض التصرفات ممكن تمشي لتاويلات كثيره، وهو لاعب محترف يعني ضابط الامور ديالو. ملي كتلعب مقابله وانت تمثل بلد وكتكون انت القائد ديال الفريق، انا شخصيا باش نكون متصالح مع ذاتي ونسمي الامور بمسمياتها ونكون مهني اكثر، فما عجبتنيش الضحكه اللي ضحك بهذيك الضحكه العريضه اللي ضحك. شخصيا ما عجبتنيش، لاننا حنا كنا غادي نفاجروا الشيء كيفاش دوزنا حنا البرنامج، وحنا غير متفرجين كنساندوا المنتخب الوطني المغربي وبغينا المنتخب الوطني ينتصر. الناس في الزنقه راه لا حول ولا قوه ليهم. دونك انت كقائد للفريق في التعليق كنشوف بعض التعليق كتقول الناس معصبه حكيمي كيضحك. لا ديك ردة الفعل خصها تكون على الاقل تبان على اللاعب على انه راه مأثر من الهزيمه، راه خرج واحد المنافسه ماشي تمثيليه، ولكن تحس بها. هو حكيمي دائما كيتعامل بواحد العفويه. ربما انا شخصيا انا كان عزيز عليا حكيمي، لاعب اللي دائما كيعطي اضافه للمنتخب الوطني المغربي ومن الاعمده الاساسيه ديال المنتخب، ونفتخر يكون عندنا لاعب كيلعب باريس سان جيرمان وكيلعب باعلى مستوى وكيتوج بالالقاب، ولكن ما فيها باس على انه بعض الاحيان نكونوا متصالحين مع ذاتي. كنتكلم على الراي ديالي انا، فكان من المفروض على انه يكون اكثر التزام، وكان المفروض على ان التعابير ديال الوجه ديالو ما تكونش بالضحكه العريضه بالنسبه لي. كنتمنى ايضا من اشرف حكيمي على انه يقدم